الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا ابتلاه، والإنسان يبتلى على قدر إيمانه. في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الصالحين. فالإنسان اللي يعيش بالدنيا من غير ابتلاء ويعيش ملك تاجر رب أسرة سليم معافى كل حياته زينة، هذا لازم يراجع نفسه، لأن قد يكون الله سبحانه وتعالى يمد فيه لشيء يعني في المستقبل ما يكون له خير لا في الآخرة ولا في الدنيا. فالبلاء هو جزء من حياة الإنسان، والإنسان لازم يبتلى. لكن في ناس الله سبحانه وتعالى ما يبتليهم، والله سبحانه وتعالى يعني يمهل لهم، لكن إذا أخذهم أخذ عزيزا مقتدر. لكن الإنسان اللي يعني يعيش بقوة وصحة وعافية ومال وجاه وأولاد وما عنده أي شيء منقص في حياته، هذا لازم يراجع نفسه ويراجع إيمانه مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مبتلى في هذه الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى خبأ للمبتلين في الآخرة أجر عظيم جدا.